في عالم يتغير سريعا ويتطور فيه الطب كل يوم، لم يعد كافيا أن ينهي الطبيب دراسته، الأهم أن يواصل تعلمه. منذ ما يقارب 10 سنوات بدأت فيوتشر فيجن بفكرة بسيطة لكنها واضحة للغاية، أن يظل الطبيب مواكبا مدركا لما يحدث في مجاله وقادرا على العمل بثقة في سوق العمل الحقيقي. منذ اليوم الأول كان هدفنا أن يكون التدريب أكثر من مجرد محتوى نظري، بل تدريبا عمليا مرتبطا بالواقع ويخدم ما يحتاجه الطبيب فعليا في عمله. وعلى مدار السنوات حرصنا في كل عام على إضافة برنامج تدريبي جديد بعد دراسة احتياجات السوق ومتابعة التحديثات التي تطرأ على مختلف التخصصات. كبرنا خطوة بعد خطوة وتوسعت برامجنا معنا لتشمل مجالات متعددة، منها الطب التجميلي، تقنيات الليزر الطبي في الجلدية والتجميل النسائي، شفط الدهون وحقن الدهون الذاتية، جراحات شد الوجه، جراحات تجميل الجفون، سونار النساء، تغذية للحوامل والمرضعات، وغيرها من البرامج التي أعدت بعناية لتناسب أطباء في مراحل مهنية مختلفة وفي تخصصات متنوعة. ومع مرور الوقت أدركنا أن التدريب وحده لا يكفي، فالعلم يزداد قيمة عندما يشارك، والخبرة تنمو عندما تنقل. ولهذا أصبحت فيوتشر فيجن أكثر من أكاديمية، أصبحت مجتمعا مهنيا يتعلم أفراده من بعضهم ويتبادلون الخبرات ويتقدمون معا. وجودكم اليوم معنا ليس مجرد حضور لبرنامج تدريبي، بل هو خطوة نحو تغيير حقيقي في مساركم المهني وفي طريقة تفكيركم وفي المرحلة القادمة من حياتكم العملية. خلال هذا اليوم التدريبي راحتكم هي أولويتنا، واحتياجاتكم محل اهتمامنا، وخدمتكم هي مهمتنا الأساسية. فريق التنظيم متواجد معكم طوال الوقت للرد على استفساراتكم وتلبية طلباتكم وضمان أن تكون تجربتكم سهلة ومريحة واحترافية. نحن سعداء بوجودكم معنا، ونأمل أن يكون هذا اليوم بداية مرحلة جديدة ومستقبل مهني أكثر وضوحا وقوة. أهلا بكم في فيوتشر فيجن. Hello everyone. أسعد الله مساءكم أينما كنتم. معاكم دكتور مصطفى صبرة، استشاري جراحات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة وتجميل الأنف والأذن. النهاردة هنتكلم مع بعض How to start your first case of rhinoplasty. كتير من الأطباء بيبقى عندهم الخوف من بداية أول حالة، أو بمعنى صحيح من اختيار أول حالة في الراينوبلاستي. هنتكلم بشكل سيمبل ومن يعني بوينت هي more clinical than scientific، عشان خاطر نسهل الأمور خالص، ولما يجي لنا حالة راينوبلاستي ما نخافش إطلاقا ونتوكل على الله، ونشوف مع بعض ايه الستبس اللي هنتبعها عشان نشتغل اول حالة بدون قلق. وان شاء الله هنشوف مع بعض في السلايدز اللي جاية الخطوات اللي هنتبعها. عشان تبتدي راينوبلاستي لازم هتفكر في الثلاثة سكويرز اللي فوق دولت، patients versus patients، اللي هو اختار الحالة بتاعتي وفي نفس الوقت اكون صبور. don't rush for money، don't rush ان انت عاوز تشتغل وخلاص، بحيث في النهاية احنا عايزين نوصل لنتيجة كويسة ونتجنب الكومبليكيشنز اللي ممكن تبقى هارمفul للعيان. تاني سكوير how to prepare، اللي هو البري اوبراتيف اسسمنت بتاعنا، والاناتومي نوليدج، هل هو فعلا مهم لحالات الراينوبلاستي ولا لا. وفي النقطة دي تحديدا احنا مش هنتكلم الكلام اللي هو السوفيستيكيتد المعقد اللي ممكن يلخبطنا، لا احنا هنتكلم من الكلينيكال بوينت اوف فيو زي ما اتفقنا. عشان كمان ندخل في المود هنتكلم في الاوبريشن ثياتر بتاعنا من اول الانستيزيا مرورا بالتولز بتاعتنا وخطوات العمليه ستيب باي ستيب، وهنفهم هنختار انه ابروتش اوبن ولا كلوزد، طب اشتغل بريزرفيشن ولا ستراكشر، وايه معنى اصلا الكلمات دي كلها. وعشان ما اطولش عليكم تعالوا نبتدي على طول. how to select your patient. اولا في ريد فلاجز لازم تبقى واخد بالك منها في عيان الراينوبلاستي بالذات، وتحط 100 خط تحت السايكولوجيكال اسسمنت. كتير قوي من عيانين الراينوبلاستي بيبقى عندهم ديسمورفيك ديس اوردر، انت مهما غيرت له ومهما عملت هيرجع يقول لك لا يا دكتور دي مش عاجباني. وفي عيانين بيبقوا موقفين حياتهم اصلا على العمليه دي،
يعني يقول لك والله انا اصلا ما بشتغلش عشان مناخيري شكلها وحش. تيجي في ميل تقول لك انا ما بتجوزش عشان مناخيري شكلها وحش. ده ريد فلاج لازم تبعد عنه على طول. عشان تختار عيان في انديكيشنز معينه، حد حصل له نيزل تروما، حد فعلا بيعاني من فانكشنال بروبلم، عنده نيزل اوبستراكشن وفي نفس الوقت عنده ايثيتيك بروبلم، وجاي محدد تارجت وهدف واضح يقول لك يا دكتور انا عندي 1 2 3. لذلك في الجلسه اللي بنقعدها مع العيانين اول ما بيجينا العياده، اول سؤال بقوله له لما بتقف قدام المرايه او تتصور سيلفي، قول لي 3 كومنت على النوز بتاعتك. يبدا يقول لي انا عندي نيزل هامب، عندي دروبي تب، عندي كذا. العيان ده انا بحترمه جدا وبقول ده هيبقى عيان مريح، هو عارف هو عايز ايه بالظبط، عكس العيان اللي يجي يقول لك يا دكتور اعمل اللي انت شايفه. لا، يبقى هاو تو سيلكت يور بيشنت. ابعد عن العيان اللي بيشتم في الدكتور زميلك اللي قبلك، ابعد عن العيان اللي عنده مشاكل نفسيه، ابعد عن العيان اللي اسلوبه مع الدكتور بتاعه غير لبق. طيب ده اللي بنتكلم فيه كبيشنت، تمام؟ او كبيشنس يعني انك تصبر. دونت رش زي ما قلنا فور ماني، دونت رش ان انت تبقى مستعجل. ساعات الجراح بتبقى ايده واكلاه ان هو عايز يشتغل على طول، فاول حاله تقابله يوم هو حتى اللي بيحاول يقنعها عشان ايه تعمل تجميل انف. لا. طيب البيشنت بقى، المريض نفسه كانسبكشن وبالبيشن، انا ببص في المريض على ايه؟ ببص على الجلد بتاعه. ده اول حاجه تيجي في دماغي، هو ثيك سكين ولا ثين سكين؟ ليه؟ عشان ابدا اقول له الاكسبكتيشن بتاعتنا. لو عيان جلده سميك هقول له والله انت التورم بتاع العمليه بتاعتك هيقعد فتره قد كده، فاحنا النتيجه عشان تبقى ممتازه مش اقل من 6 شهور، فيبقى العيان عنده اكسبكتيشن معقوله. لكن عيان تاني ثين سكين ده فعلا ممكن اوعده بان النتيجه بتاعته اون تيبل هتبقى شكلها تحفه. طيب كمان ابص على السكين نفسه، ده في سكار، يعني في اولد سكار. طب العيان ده ممكن يكون اصلا عيان ريفيجن، ده عامل عمليه قبل كده، فكل ده لازم اخد بالي منه من الانسبكشن. خلاص، ك ثيك سكين ولا سين سكين، كسكار، تمام. وبعد كده ابص على الديفورميتيز بتاعتي من اول النزل بون، اشوف فيه هامب سواء كان بوني هامب ولا كارتليجنس هامب. طب البون نفسه فيه تويست نوز، في عندنا كمان البرودنس. خلاص، بعد كده التب بتاعتنا برود تب ولا دروبي تب، يعني كل ده هنشوفه. وان شاء الله لما تشرفونا في الكورس الهاندز اون اللي هنعمله في شهر 6 في فيوتشر فيجن، هنتكلم كبانل ديسكشن على حالات بيفور اند افتر، وهتشوفوا حالات واقعيه. وهو ده تارجتنا من الهاندز اون، ان احنا عايزين نشتغل اون لايف كيسز نوت كاديفيريك كيسز، عشان انت تقدر تخش في المود وتستفاد. للاسف معظم الكورسات اللي الواحد كان بيحضرها في بدايه الليرنينج كيرف بتاعته كانت كاديفيريك. مش هنقول ان هي كانت سيئه، ولكن ما كانتش بتدخل الدكتور في المود. يعني لا شايف بلد قدامه، ولا خد الرهبه بتاعه البليدنج اللي بتحصل، لا شايف الاديمه اللي بتحصل، لا شايف الميستيكس اللي ممكن تحصل بالنسبه له ازاي يتفاداها بعد كده. فالميزه في اللايف سيرجري او الهاندز اون لايف سيرجري ان شاء الله اللي هنعمله في شهر 6، انك هتبقى شايف قدامك في العمليات لايف كيس بكل الستبس، بالاخطاء، بكل حاجه. طيب بعد ما اخترت العيان بتاعك في العياده، وبعد ما عرفت هو عايز ايه، وانت شخصيا كدكتور سجلت ملاحظاتك كنوتس، والله انا العيان بتاعي ده السكين بتاعه عامل كذا، في ديفورميتيز كذا، نيجي بقى لاهم نقطه ميديكو ليجال، الا وهي الانفورمد كونسنت، اللي هو الاقرار الطبي الذي لا غنى عنه في اي دوله. الانفورمد كونسنت ده يحمل حاجتين مهمين جدا: تصوير العيان كدوكيومنتيشن قبل ما يكون ادفرتايزمنت، قبل ما ننشر صورنا على الانستجرام بيفور اند افتر ونفرح بيها ونعمل اعلانات، لا، انت ده دوكيومنتيشن ليك. طبعا مش هقول لك ان في مرضى كتير جدا بتقول لك انا مش عايز يا دكتور صور تنزل على السوشيال ميديا، ولكن انا بتكلم في نقطه ايه؟ ان العيان ده ممكن يجي بعد كده يقول لك والله انا كانت مناخيري شبه نانسي عجرم. ازاي الكلام ده؟ ده انت كنت ثيك سكين، كانت مناخيرك كبيره جدا، تمام؟ فتبدا انت تشوف صوره بيفور وتشوف صوره افتر، وتبدا تقول لا ده في تغيير حصل فعلا. احنا هنا العظم كان عريض بقى الحمد لله مور سليم، بقى كان تويست بقى ستريت، التب كانت دروبي بقت خلاص مرفوعه وبقت كويسه جدا. فده ليك وللمريض قبل ما يكون للسوشيال ميديا بعد كده، وهنعرف حته السوشيال ميديا دي ان شاء الله مع بعض. فاحنا عندنا في موافقه
ودي انا مش جايبها من دماغي، دي حاجه يعني من الجمعيه المصريه لجراحي التجميل والاصلاح. خلاص. اما الكونسنت التاني وهو ده بقى دورك مع العيان، انك تشرح له جميع خطوات العمليه. لا احنا لسه كنا بنقول دونت رش انك تجري على العمليه من غير ما تشرح للعيان انا والله العمليه دي هتبقى تحت بنج كلي اندر جنرال انستيزيا. تمام. طيب احنا بيبقى فيه جرح اسفل الانف لو هنعمل اللي هو الاوبن ستراكشر نانوبلاستي، هيبقى فيه بعد العمليه لزق ودعامه، هيبقى فيه داخل الانف دعامات، هيبقى فيه شويه تورم بعد العمليه. لازم تشرح له وتقول له ايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل، عشان لا قدر الله يعني لو حصلت اي كومبليكيشن تبقى انت مفهم العيان ان دي الريسك فاكتورز بتاعتنا. خلاص. بعد الانفورمد كونسنت اتفقنا التصوير. طب التصوير هيكون ازاي؟ التصوير لازم يكون من جميع زوايا الانف، ويكون الباك جراوند بتاعتك بالبلدي كده ساده. ليه؟ عشان تبقى واخد كل الكاتس خلاص اون فيكسد باك جراوند، تقدر تشوف الديفوهات اللي موجوده في الصور. يفضل طبعا ان احنا نجيب كاميرا بروفيشنال، بس دلوقتي مع الموبايلات الحديثه زي الايفون والحاجات اللي هي صورتها يعني جوده عاليه جدا، وهنعرف مع بعض بقى السيتنجز بتاعه الموبايل بالظبط في الكورس ان شاء الله اللي هناخده مع بعض، ازاي تظبط السيتنجز بتاعتك بحيث تطلع صور شكلها حلو. دي على فكره كانت صور كده يمكن في اولى يعني حالاتنا واول شغلنا. بعد كده انت بتلاقي نفسك مع الليرنينج كيرف بتاعك والشغل الكتير بتلاقي ان الحالات بتاعتك سواء كانت ريزلتس بتبقى اعلى، التصوير بتاعك بيبقى اعلى، كلامك حتى مع العيان وانك تبقى فاهم ايه اللي هيحصل له وتقوله له بيبقى بيتطور مع الوقت. فمحدش يخاف ومحدش يقلق ومحدش يستعجل، هو ليرنينج كيرف. وان شاء الله نحاول في السيشن دي ان احنا في مده قليله تبقى ما تخليك انك هاو تو ستارت يور فيرست كيس بدون توتر وبدون قلق، وباذن الله نكمل مع بعض في الكورس الهاند اون بتاعنا ايه اون لايف سيرجري، بحيث ما تقلقش خالص بعد كده من شغل الراينوبلاست. طيب بنصور انتيريور فيو زي الصوره اللي في المنتصف ديت، بتصور كمان بيزل فيو خلاص، بتصور لاترال فيو من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال، بتصور كمان 45 درجه. في صوره هنا ناقصه اللي هو العيان يكون بيضحك، هتلاقيها هنا موجوده اهوت في اللاترال فيو دوت خلاص، لكن كمان المفروض تبقى معانا في ال 45 درجه. طب ايه فايده ان العيان يكون بيضحك كده وانت بتصوره؟ دي نقطه مهمه وتريك مهمه جدا، هستناكم تقولوها لي في اخر البرزنتيشن ان شاء الله. يعني في اهميه جدا ان احنا نصور البيشنت بتاعنا في الوضع ده في البروفايل فيو ده وهو بيسمايل كده. يعني اللي يعرف الاجابه دي يقولها لنا كده في اخر البرزنتيشن، ليه فايده العيان احنا نصوره في البوزيشن ده. طيب صورت العيان وخلاص انت متوجه للعمليات بتاعتك. طب مش نعرف شويه اناتومي وبساط كده؟ احنا مش هنتكلم في حاجات كومبليكيتد، سيمبلي خالص هنتكلم على السكيلتون من بره بتاع النوز. هتلاقي عندك في الابر 1 ثيرد هنا ده النيزل بون، التو نيزل بون بتوعنا والتقائهم بالماكسيلري خلاص. من قدام اللور 2 ثيرد دول الابر لاترال كارتج واللور لاترال كارتريج، وفي النص طبعا في عندنا السبتم، ومن ورا في الفومر، ومن تحت دي الكولوميلا بتاعتنا خلاص. ولو فتحنا السكن كاناتومي برضو بسيط هيظهر لنا اهوت ادي الكولوميلا في النص، ادي التو لور لاترال كارتج بتوعنا هنا اهوت التو لور لاترال كارتج، السبتم في النص، الابر لاترال كارتج على الجانبين هنا صوره اوضح، التو لور لاترال كارتج مفتوحين، ادي السبتم في النص. فده اللي انا عايزك تعرفه كاناتومي سيمبلي بحيث تخش في المود بس بتاع العمليه. النيزل بون بالابر لاترال كارتج باللور لاترال كارتج، في النص في السبتم بتاعنا، هنا التو نيزل بون ده الفرونتال فيو اهوت، التو نيزل بون بتوعنا مع التقائهم بالماكسيلري، الابر لاترال كارتج، السبتم في النص، اللور لاترال كارتج خلاص، الكولوميلا في النص هي اللي هيبقى فيها الجرح بتاعنا او الانسجن خلاص. وعندنا لما نفتح السكن هيقابلنا اهوت التو لور لاترال كارتج بتوعنا، والاله دي اسمها افرخت لرفع الجلد خلاص. في النص ادي السبتم، التو او بايلاترال ابر لاترال كارتج، والاثنين دولت اللي هم اللور لاترال كارتج. وانا في اهميه كل حاجه دلوقتي خطوه خطوه، والسبتم في النص. طيب هنجهز ترابيزه العمليات بتاعتنا، لازم تكون معاك الات سبيسيفيك للراينوبلاستي، مش اي الات جراحه وخلاص. الالات دي بتبقى شامله طبعا الهامر بتاعنا عشان خاطر الاوستيوتومي او تكسير العظم خلاص، هيبقى شامله الافرخت بتاعنا اللي بيرفع الجلد، هيبقى شامله ايه الجفتات اللي هي البراون فورس او النون توزد
المشرحات بتاعتنا، الريتراكتول، الهوكس، المقصات، وتنبه على دكتور التخدير بتاعك يبقى العيان هايبوتنسيف تكنيك، يعني ضغطه يكون واطي اثناء العمليه، او على الاقل خالص يكون البلس هادي بحيث تبقى العمليه الى حد ما بلادلس. طيب اول خطوه في الراينوبلاست، العيان بتاعك خلاص في السوباين بوزيشن ونايم، احنا هنا بنجهز الحقن بتاعنا بواحد على 200 صلاين ادرينالين. ريسنتلي بقيت كمان بحط 10 سم زيلوكين، وده بيدي نوع من انواع البين ريليف بوست اوبراتيف. اما الادرينالين طبعا زي ما انتم عارفين هو فازو كونستريكتور عشان يديني مور بلادلس فيلد، عشان يقلل لي الدم اثناء ما انا شغال. طيب بنحقن فين؟ سيمبلي احنا هنشتغل على النوز، يبقى احنا عايزين نحقن كل الارياز بتاعه النوز بتاعتنا، سواء من بره الاستراكشر من تحت الجلد، او سواء من الداخل من عند السبتم اللي احنا هناخد منه بعد كده الرقعه اللي هنشكل بيها المناخير. اهم من كل الكلام اللي مكتوب دوت ان احنا هنحقن فين، ان انت قبل كل حقنه لازم تسحب عشان خاطر ما تخشش في بلاد فيسل فيحصل لا قدر الله اريزميا او نودي نفسنا في مشكله، ودي اول حاجه لازم تخلي بالك منها. هنشوف في الفيديو دلوقتي مع بعض. هنا هيبدا يحقن في السبتم، بنحقن طبعا سب بريكوندريوم لحد ما يحصل البلينشنج اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم. بعد ما تخلص حقن السبتم على الجانبين هنبدا نحقن الكولوميلا، المكان بتاع الانسيجن بتاعنا، وده ليه كذا تكنيك ولكن ده اسهلهم ان انت تحقن من بره، ولازم في كل مره زي ما اتفقنا ان احنا نسحب قبل ما نحقن. الحقن ده زي ما ليه افكت في موضوع ان هو يعمل لك بلادلس فيلد او ان هو يقلل لك النزيف اثناء ما انت شغال، ليه مهمه يعني هنقول عليها تسهيلا للشغل هيدروستاتيك ديستكشن. يعني ايه؟ يعني انت بتسلك على الجلد كانه هو بيوفر لك الخطوه دي، بيعمل لك هيدروستاتيك ديستكشن. طيب حقنا الكولوميلا، هنخش على الايدجز بتاعتنا، اللور بوردر بتاع اللور لاترال كارتش زي ما اتفقنا. كل السايتس اللي احنا بنحقنها دي كل دي هنخش فيها وهنفتحها، وزي ما هنعمل اليمين هنعمل الشمال. بعد كده هيبقى عندنا ظهر الانف الدورزم، هناخدها من فوق خالص من عند الرادكس او الروت اوف نوز، وعلى جانبي الانف عشان الاوستيوتومي بتاعنا او التكسير بتاع العظم اللي هو اللاترال اوستيوتومي اللي هنعمله. يبقى احنا كده عملنا انجكشن في all sides of the nose. طيب المشكله اللي دايما هتلاقوها في المؤتمرات واللي الدكاتره بتتكلم عليها، انا بحب اشتغل اوبن، انا بحب اشتغل كلوزد. بصراحه انا من مدرسه الاوبن راينوبلاستي لكن مش ضد خالص الكلوزد. طب ايه الفرق بين الاوبن والكلوزد؟ الفروقات تكاد تكون بسيطه. ان في عيان ممكن يجي يقول لك والله انا مش حابب شكل الجرح اللي اسفل الانف يا دكتور، فده خلى في عند بعض الدكاتره وبرده كاسلوب ماركتنج ان هو يشتغل كلوزد. رقم 2 ويمكن هي اهم شويه، ان عمليه الاوبن راينوبلاست لما تيجي تفتح جرح ده بياخد معاك تايم اكبر شويه، اما في حالات الكلوزد بيبقى وقت العمليه قصير، زائد ان الاديمه في حالات الاوبن بتبقى اكبر شويه من حالات الكلوزد. سواء اشتغلت اوبن او اشتغلت كلوزد، اهم حاجه يكون عندك البيزك ستاندرد ستيبس، خلاص انك اول ما تفتح العمليه تعرف انك تقفلها، وانك في الاخر تطلع ريزلت حلوه بدون ما ناذي المريض بتاعنا، وهو ده هدفنا سواء اشتغلت اوبن او اشتغلت كلوز. ولكن احنا في البرزنتيشن النهارده وفور بيجنرز احنا بنركز اكتر على الاوبن ستراكشرال راينوبلاستي. طيب هنا هديكوا بس يعني نوت صغيره عن شغل البريزرفيشن، ولكن احنا مش هنتعمق فيه زي ما اتفقنا، هنشتغل ستراكشرال راينوبلاستي، بس عايز افهمكم الفرق بين مصطلح البريزرفيشن والاستراكشرال راينوبلاستي. الاستراكشرال راينوبلاستي دوت ان احنا بنحاول بالعربي كده اعاده بناء هيكلي لعظام الانف. يعني ايه؟ انا بفتح الجلد عشان اعيد تشكيل المناخير من اول وجديد، سواء بغرز سواء بجرافتس، المهم
ان انا ببدا افتح كل الروفس وبعد كده برجع اقفل كل الروفس دي مره اخرى. في البريزرفيشن قال لك لا، احنا هنحافظ على الروف زي ما هو سليم، مش هفتحه خالص، ولكن لو عندي حاله زي دي مثلا فيها هم، انا يا دوب خالص هاخد سليت هنا كده او ويدج هنا كده في الكارتلج، بحيث ان الهامب ده مجرد ما انا اعمل بريشر من فوق ينزل معايا. هنشوفها في الفيديو الموضح قدام حضراتكم دلوقتي. هنا الحاله دي كان فيها هم، لما هو شايل الويدج ريسكشن ده من السبتوم وعمل البوش داون تكنيك بتاعه، هنا ادى ان الانف بقت ستريت خلاص، زائد طبعا باقي الشغل اللي هم بيعملوه في البريزرفيشن. ولكن دي نوتس مختصره، اللي عايز يتعمق في البريزرفيشن راينوبلاستي هنتناقش ان شاء الله برضو في الكورس الهاندز اون اللي هنعمله باذن الله. لكن النهارده احنا مينلي هنتكلم على الاستراكشرال راينوبلاستي، ونبتدي بالانسيجن. لو اخدنا بالنا الانسيجن بتاعنا اما ان هو يكون انفيرتد في او ان هو يكون ستيب لادر. اهم حاجه ان الانسيجن بتاعنا ما يكونش ستريت. ليه؟ عشان ما يعمليش سكار وحش بعد كده. رقم 2، لما باجي اعمل انسيجن انا بقسم النوز او الكولوميلا على وجه التحديد، لو خدتوا بالكم الارو، الى upper 2 third و lower 2 third، ونيجي في النص عند الموست كونستريكتور بارت وابدا بالسكالبل بتاعي. ويفضل طبعا كبيجنر تبدا بالسكالبل ال 15، لكن لو انت متمرس ممكن تبدا على طول بالسكالبل ال 11، بيكون اسرع. هنشوف في الفيديو هنا اهوت الانسيجن بتاعنا انفيرتد في، ودي اول خطوه في الاوبريشن بتاعتنا. زي ما انتم شايفين بلادلس بسبب الحقن الكويس. هنا بنستخدم مقص مهم جدا يكون من ضمن الالات بتاعتك، اسمه الكونفيرس سيزور. خلاص، بنخش بيه اندر ذا سكين، بنعمل دايسكشن، وهيقابلنا هنا اول ما نعمل انسيجن اول حاجه في الفاسكولار سبلاي هو الكولوميلر ارتري. انا ما حبيتش استفيض في الفاسكولار سبلاي بتاع النوز. ليه؟ لان احنا هيهمنا حاجات بسيطه جدا هنتكلم عليها كلينيكالي، وزي ما اتفقنا ان البرزنتيشن كلها هدفها كلينيكالي اكتر عشان تخش في المود بتاع العمليه. اول ما يقابلك الكولوميلر ارتري ده ويبدا يجيب معاك شويه دم، هنا ما بنستخدمش يوني بولر خالص، استخدامنا كله بالباي بولر. وتكون منبه على الاسيستنت بتاعك من قبل ما تبتدي العمليه، يكون مظبط لك الباي بولر على 8 ماكسيموم 10 بالكتير. طيب هيقابلنا اهوت زي ما قلت لحضراتكم الكولوميلر ارتري. هنبدا اول حاجه ده هنعمله كوترايزيشن عشان نحافظ على البلاد ليس فيلد بتاعنا. بنبدا نمسك بالريتراكتور السكين ونكمل بالسيزور بتاعنا اللي قلنا عليه كونفيرس سيزور. هيبدا يظهر الاناتومي اللي اتكلمنا عليه من شويه. هنا اللي هم التو ميديال كرورة بتوع اللور لاترال كارتريج. خلاص، طيب بعد ما عملنا الديسكشن بتاعنا وبدا يتكشف لينا الاناتومي، لو تابعتوا الارو هتلاقوا في النص هنا السبتم زي ما اتفقنا، على جانبي السبتم في هنا الابر لاترال كارتج، تحت هنا اللور لاترال كارتج. انا هدفي في الاستراكشر راينوبلاستي ان انا هارفست جرافت اللي هي الكارتلج المحترم اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم ده، احنا مستعيرينه من دكتور انريكو روبوتي. هنا الكارتلج ده اللي هقدر بعد كده ان انا اشكل بيه الجرافتس اللي هشتغل بيها الحاله بتاعتي. طيب ازاي بقى اجيب الكارتلج ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الديسكشن بتاعنا. وهنستخدم آلة هنا مهمة جدا، هو السكر ديسكتور، المشرح الشفاط. يعني معظم دكاترة الاي ان تي هتلاقوا عارفينه اكتر كمان شوية من زمايلنا في البلاستيك سيرجري. ودي آلة بتسهل علينا الديسكشن وانك تشتغل في بلادلس فيلد.
زي ما انتم شايفين هو بدأ بالمقص عشان خاطر يجيب السبتم في النص، هيبدأ يعمل عليه ديسكشن. خلاص السبتم ظهر قدامه اهوت. هناخد جرافت، وهنا في نقطة مهمة جدا. لما نيجي ناخد جرافت، الجرافت اللي حضراتكم شايفينها قدامكم ده، احنا لازم نحافظ على السترات، او بمعنى اخر لازم نحافظ على كيان السبتم دوت، عشان ده اللي ماسك الانف كلها. فلازم يبقى عندنا على الاقل خالص من سنتي لسنتي ونص فوق، ومن سنتي لسنتي ونص تحت. هنشوفها دلوقتي مع بعض في الفيديو. وده مهم جدا ان انت ما تجيش على الجزء ده، لان هو ده اللي عامل لك سبورت للنوز، وفي نفس الوقت يمنع السادل نوز. هو هنا عمل ماركيشن كده قبل ما يهارفست الجرافت بتاعته عشان يعرف هو سايب قد ايه. بيستخدم طبعا الاله اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم اللي هي نيزل سبيكولم. بيبدا بعد كده بالمشرط بتاعه، محافظ على ال سترات زي ما اتفقنا. عشان في النهايه خالص يفصلها عن الكريست من تحت والفومر من ورا. وفي الاخر بيعمل ديليفري للكارتج زي ما اتفقنا. طيب بعد ما اخدنا الكارتج، احنا كده عشان نبقى مرتبين افكارنا عملنا انجكشن، ثم انسيجن، بعد كده ديسكشن، بعد الديسكشن كملنا خدنا الجرافت بتاعتنا. بعد كده هنيجي للبوني بارت ثم الكارتليجنس بارت. البوني بارت بشوف لو هو فيه هامب، خلاص ببدا ان انا ارز بالهامب ده، تمام. لو هو برود ببدا ان انا اعمل اوستيوتومي للجزء ده. وجزء الكارتليجنس برضو لو فيه هامب ببدا ان انا اسيزور او اقص الجزء الزايد، وابدا اقفل الروف بتاعه. وده هنشوفه في الفيديوهات مع بعض. هنا الرسب بتاعتنا انواع. الرسب اللي هو النحت او التنعيم، هنا ببتدي بالخشن الاول، بعد كده بشتغل بالناعم. وكل ما اعمل رسب لازم اغسل عشان البون سيمنت او اللي هو الرايش بتاع العظم ده يبدا يطلع لي، عشان ما يعمليش بروز يبقى مخلي الشكل بتاعي متغير. وهنشوف مع بعض في الفيديو اهوت انا بعمل الرسم بتاعي لو خدتوا بالكم بعمله in one direction، مش رايح جاي، باخده in one direction. وببدأ كل شوية اعمل اسسمنت، بشوف كده لسه فاضل جزء من الهامب ولا اكمل رسم، خلاص، لحد ما ببقى خلاص ساتيسفايد من ان النيزل دورزن بتاعي بقى ستريت وناعم بعد ما عملت خلاص بالمانيوال راسبس. ليه بقول مانيوال راسبس؟ لان حاليا نقدر نعمل بريسنت تولز زي الدريل وزي البيزو، جهاز البيزو، ودي بتوفر لي ان وقت اسرع واديمه اقل. طيب بعد ما خلصنا الخطوه البوني بنشتغل على الجزء الكارتليجنس. بنيجي قدام على التب عشان خاطر نصغر الجزء الامامي بتاع التب او الوايدنس ده او الفوليوم بتاع التب. بنبدا نعمل خطوه بنسميها كيفاليك تريمنج. كيفاليك جايه من ان الجزء الداخلي من اللور لاترال كارتج ده اسمه الكيفاليك، خلاص. تريمنج يعني قص. طيب قد ايه بنسيب وقد ايه بنشيل؟ احنا بنسيب بالظبط من 6 ل 8 مللي، خلاص. وده زي ما انتم شايفين هنا كده انا بقيسه بالبرجل اهوت وبعمل بالماركر بتاعي. بعد كده نبدا نقص الجزء الزايد، هنشوفها مع بعض. And so I want to make this a little smaller. هو هنا بيستخدم another caliber، سواء استخدمت البرجل التقليدي او الكاليبر اللي هو بيستخدمه،
وعملت الماركيشن بتاعك ورافع هنا اهوت السكين بتاعنا بالريتراكتور او الاوفركت ده، بتبدا بالسكالبل ال 15 تقص، وهو هنا ماسك الكارتريج بالنون توزد او البراون او الكارتريج فورسبس بتاعنا مش بتوزد طبعا. واوعى ترمي اي حاجه تطلع من العيان. الجزء الصغير اللي انت شايفه مستهون بيه ده اللي طالع من اللور لاترال كارتريج دوت، تقدر تستخدمه بعد كده ككاموفلاجنج لو في حته متعرجه في ظهر الانف، ككاب جرافت لو هي حته يعني كبيره ومحترمه شويه تقدر تستخدمها كجرافت. وزي ما عملت السايد الشمال هيعمل كمان السايد اليمين، هنشوفها هنا سوا. والكفاليك تريمنج ده من الستبس المهمه جدا في تقليل الفوليوم والوايدنس بتاع التب. وكاناتومي برضو احنا شايفين كده مع بعض التو لور لاترال كارتج، خلاص دول الاثنين لاترال كراس في النص السبتم ومن قدام الميديال كراس، والنقطتين دول بيسموهم الدوم او القبه، وهنعرف اهميتهم كمان شويه. طيب زي ما اتفقنا احنا عملنا الرسب، عملنا التب، هنبدا بقى نقفل الروف. احنا الرسب ده بيعمل لك حاجه اسمها اوبن روف. انت بقى عندك دلوقتي ظهر الانف من فوق بعد ما شلت الهامب او بعد ما عملت الرسب بقى عندك كأن في سطح مفتوح، فانت عايز تقفله. هتقفله ازاي؟ بالاوستيوتومي. بتستخدم في عندك مقاسات مختلفه من الاوستيوتومي من اول ل 2 مللي، واحنا معظم استخدامنا لل 2 مللي وال 4 مللي دوت عن طريق طبعا الهامر، والتكنيك بتاعنا تك 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 تك، وده تكنيك علمي مش حاجه احنا مؤلفينها يعني. طيب هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي بيتعمل الاوستيوتومي. هنا بعد ما عملنا الرسب عايزين نقفل الروف، ودي هيكون لها فايدتين غير قفل الروف، ان احنا كمان هنعمل سليم نوز او اللي هما تو دورثال ايستيك لاينز او الخطين بتوع الانف بتوعنا اللي شكلهم حلو. بنعلم على العظم بتاعنا من الجانبين، وبنبدأ نخش من اوت سايد كده من خلال فتحه صغيره بمشرط 11 بالاوستيوتوم ال 2 مللي او ال 4 مللي ده، ونشتغل زي ما انتم شايفين كده تك 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 تك. بنمشي فروم لو تو هاي على الجانبين، وبنعمل كومبريشن. ديجيتال كومبريشن ده مهم جدا تعمله يا اما بايس يا اما بصلاين بس يكون ساقع، خلاص عشان نقلل بيه الاديمه. هتلاقي هنا اترسمت معانا الانف الخطين اللي احنا بنتكلم فيهم. هنا مثال اخر، بس المثال اللي فات احنا كنا بنعمل اكسترنال لاترال اوستيوتومي، هنا هنشوف الانترنال لاترال اوستيوتومي. طب ايه الفرق؟ يعني اكتشفوا ان الانترنال لاترال اوستيوتومي اللي انتوا هتشوفوه قدام حضراتكم دلوقتي ده بيكون لس اديمه عن الاكسترنال لاترال اوستيوتومي. بيتعمل ازاي؟ بندخل من داخل الانف من فوق الانفيريور تيربنت، خلاص، وبنمشي بمحاذاه اللاترال نيزل بون برضو فروم لو تو هاي. بس هنا بنستخدم جاردد اوستيوتوم اهوت، فتح الفتحه بتاعته فوق الانفيريور تيربنت وبيبدا يخش من فوق الانفيريور تيربنت فروم لو تو هاي على الجانبين برضو ديجيتال كومبريشن. طيب الخطوه اللي بعد كده احنا قفلنا الروف البوني روف، لازم نقفل الكارتليجنس روف، الدورزم بتاعنا والتب بتاعتنا. هنا هنشوف ازاي هنقفل التب بتاعتنا. وفي النقطه دي عايز اقول لكم where the tip goes the nose goes. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانف دايما عشان تطلع حلوه لازم التب تكون سنترلايزد وتكون
في الدايموند شيب اللي هنشوفها حالا مع بعض. يعني التو بوينت دول يبقوا ديفايننج وواضحين عشان يدوا شيب جميل للانف والوجه بشكل عام. طيب كنت لسه بقول لكم من شويه ان احنا عندنا في التو دومز دول او القبتين، ايه فايدتهم؟ ان احنا بريشيب ات او نريفاين ات عشان يبقى ارفع وعشان يبقوا محددين وعشان يظهروا من تحت الجلد يبقى شكلهم حلو. ودلوقتي هو بياخد غرزه ماتريس فروم انسايد تو اوتسايد وبعد كده يرجع تاني بحيث تبقى الغرز كلها داخليا هنشوفها مع بعض. وبعد ما هيضم التب هيبدا يحط الجرافت بتاعته عشان تبقى سبورت للتب بتاعتنا. وده الدورزال روف بتاعنا اللي هنشوفه برده وهو بيتقفل. طبعا الغرز المستخدمه داخل الانف في دكاتره بتحب البرولين، في دكاتره بتحب الفيكريل، ولكن ذا بيست هو البي دي اس. البي دي اس ميزته ان هو بيدوب بس بياخد وقت يعني من 3 ل 6 شهور عشان يدوب، عكس الفيكريل بيدوب بسرعه، وعكس البرولين اللي ممكن يعمل لك انفكشن عشان طبعا مش بيدوب. الغرز زي ما انتم شايفين بتبقى داخليه. بعد كده بعد ما خد كل دوم لوحدها بياخد حاجه اسمها انتر دومال سوتشر اللي هم بيضموا التو ديفايننج بوينت بتاعتنا وبيعمل سبورت للتب. ولكن ما ينفعش نعتمد على السوتشرز فقط، كمان هنعتمد على الجرافت اللي في النص دي اللي بنسميها مع بعض الكولوميلر سترات. ليه؟ لان دي منطقه الكولوميلا وسترات اللي هي جرافت، فدي كولوميلر سترات اللي بتدعم لك التب وبتدي سبورت للتب وترفع لك التب. في النهايه خالص هنبدا نتكلم على how to close and dress your nose after the perfect ان شاء الله راينوبلاستي. وكل الخطوات اللي فاتت اللي حضراتكم شفتوها دي باذن الله هنتعلمها سوا في فيوتشر فيجن في الكورس الهاندز اون لايف سيرجري اللي باذن الله هيعقد في شهر 6 القادم. واي سؤال بيخطر في بال حضراتكم حابين تبعتوه لنا خلال الفتره دي لحد الكورس او حتى في اخر البرزنتيشن النهارده ان شاء الله هنستناه من حضراتكم. واي حد عنده تريكس معينه او ستيبس معينه شايف ان هي صعبه، لو هو مثلا اوريدي بيشتغل راينوبلاستي باذن الله هنتكلم فيها سوا. هنتكلم ان شاء الله في الكورس على اشهر ميستيكس ممكن الدكاتره ترتكبها في اول حالاتها، وهنتكلم على الريفيجن كيسز، هنتكلم على الخطوات الصعبه زي الايلر بيز ويدج ريسكشن اللي هو ازاي تضيق فتحات الانف. وعايزكم في الخطوه دي تركزوا ان مش معنى ان انت عملت استراكشرال كويس انك تيجي في اخر عمليه وتتعب وما تقفلش الجرح كويس، لان ده ممكن يعمل لك اسكار وحش جدا وكيلويد وحش جدا، فلازم تهتم بيه. الافضل تخيطه ببرولين 6-0 زي ما هتشوف دلوقتي مع حضراتكم. تخيط الانسجن بتاعتك. بعد كده بنستخدم يا ستير ستريب يا المايكرو بور. اللزق ده انا بفضل ان هو نستخدمه، وده ما بيعملش حساسيه للجلد خالص، بيطبع الجلد على الغضاريف والعظم اللي تحتيه وفي نفس الوقت بيقلل الاديمه. وبنختم بان احنا بنحط الكاست بتاعتنا سواء الالومنيوم او الثيرمال كاست عشان تحصل على ريزلت كويس. طبعا الفولو اب بتاع العيان دوت ان انت المفروض بتشوفه بعد اسبوع، بتغير له الكاست واللزق اللي بره. الاسبوع الثاني يعني افتر 2 ويكس من العمليه بنبدا بقى نفك السوتشرز ونفك كل الدعامات سواء الداخليه او الخارجيه، وبتبدا تتكلم مع العيان في ان هو الفتره الجايه يعمل مساج للجلد ويستخدم التابنج دوت عشان يقلل التورم. احنا ان شاء الله هنوفر عليك الخطوات دي كلها في الكورس الهاندز اون لايف سيرجري بتاعنا اللي هنعمله في شهر 6 باذن الله. هيبقى فيه معانا يعني اكتر من حاله في اليوم، هيبقى يوم علمي وفي يوم هيبقى اوبزرفيشن، واليوم الاهم بقى ان حضرتك هتكون ان شاء الله فيرست مان مش سكند مان. هنشوف السلايد الثانيه بتاعت الانجكشن عشان في حد كان سالنا عليها. هو هنا
زي ما انتم شايفين حضراتكم احنا كنا سألنا سؤال في اول البرزنتيشن عن الصورة اللي العيان بيضحك فيها من الجنب. قلنا ليه مهم او ضروري ان البيشنت بتاعنا يكون بيضحك. يا ترى حد قال لنا في الكومنتات كده ليه؟ هو تقريبا اللي هيعمله هنا هيعمله هنا. طيب الخطوه بتاعت الكولوميلر انجكشن دي انا بحب اعملها اندر ذا سكين، ما بحبش خالص الابره بتاعتي او السن بتاعي يخش في السكين من بره. يعني دي برضو كل واحد بيبقى ليه المدرسه بتاعته فيها. ولو خدتوا بالكم ان هو بعد كل حقنه بيعمل سكويزنج كده بالشاشه عشان يوزع الانفلتريشن بتاعه اندر ذا سكين. بعد كده الايدجز بتاعتنا. وفي نقطه هنا برضو عايز اقولها لحضراتكم، في ناس بتحب تفتح فروم ميديال تو لاترال، يعني تبدا في نص الكولوميلا وتبدا تعمل دايسكشن زي الفيديو اللي انا وريته لحضراتكم كده فروم ميديال تو لاترال. انا بحب اعمل كومباينيشن ما بين ان انا بحدد الايدجز بتاعتي، ودي هنشوفها مع بعض ان شاء الله في الكورس. المكان ما هو بيحقن كده بحب ان انا اعمل بالسكالبل بتاعي الاول عشان ابقى عارف الايدج اللي انا همشي عليه بالسيزور بتاعي، وبعد كده اعمل انسيجن في نص الكولوميلا واوصلهم ببعض. بعد كده هو يحقن ظهر الانف دلوقتي الدورزم اهو زي ما انتم شايفين كده من فوق خالص، وصل لحد الروتوفنوز او الدورزم، وبيسحب وبيطلع وهو بيحقن. هيحقن بقى اندر ذا سكين برضو كده لحد الميديال كانفاس من جنب العين، طبعا قبلها بشويه عشان ده مكان الاوستيوتومي او مكان تكسير العظم على التو سايدز يمين وشمال. طيب احنا في طبعا ارقام، يعني اللي عايز يتواصل هيتواصل مع فيوتشر فيجن دايركت عشان خاطر ان شاء الله لو حابب يحجز معانا كورس الهاندز اون اللايف سيرجري. هجاوبكم انا بقى على ليه العيان بنحب ان هو في التصوير بتاعنا يكون بيسمايل فروم لاترال فيو. طبعا ما حدش يعني جاوب، لان في عضله هنا مهمه جدا احنا ما قلناهاش في الاناتومي، هي الديبريسور سيبتينيزاي. الديبريسور سيبتينيزاي دي المسؤوله عن ان العيان لما بيضحك التب بتاعته بتقع معاه، فدي مهم جدا لو هي موجوده عند المريض ده ان احنا نقطعها اثناء الاوبريشن بتاعتنا، ودي هنشوفها برده مع بعض ان شاء الله في اللايف كيس بتاعتنا عشان نتجنب بعد العمليه ان هو لما يجي سمايل التب تقع منه. ان شاء الله اشوف حضراتكم على خير وشكرا. كان معاكم دكتور مصطفى صبرا، استشاري جراحات ومناظير الانف واذن وحنجره وتجميل الانف والاذن. يعني فيوتشر فيجن يور بليس تو ماستر ان شاء الله. بشكر حضراتكم جدا ومستني ان شاء الله استفساراتكم والكومنتات بتاعتكم ونجاوب عليها مع بعض، يعني لو حابين ان احنا يبقى في اوبن ديسكشن